الثورة كانت يعني كأن ثورة واضحة ومعلنة، ومن ضمنها العدالة والعيش والكرامة. لا، والشفافية. الآن تنظيم الإخوان يقبع على أموال مجهولة المصدر. يجوز لضابط واحد شرطة مثلي يقول أشك بأن هذه إيش؟ أموال، غسيل أموال. هذا غسيل أموال، غسيل أموال. وفي جرائم غسيل الأموال على من تكون عنده الأموال يبرهن من أين أتى بها. مفروض. طيب إذا الثورة شفافة تكشف عن قطع إيش؟ عن القطع اللي في معبد السر هذا، أو سر المعبد، في خزنة فيها أموال مليارات، وين راحت؟ لمن تروح؟ من أين أتت؟ إذا يا إخواني، إذا الثورة لا تستطيع أن تحقق عدالة كهذه العدالة وإنصاف كهذا الإنصاف، يعني أنا أحاسب المسؤول هذا عن من أين لك هذا. وأما يعني تنظيم الإخوان يبقى يعني في عالم الطي والكتمان والمجهول، والذي لا يعني يتطرق إليه أحد. ما يصير. ايه السر الحقيقي سيادة الفريق اللي مخليك واخد ملف الإخوان ده على عاتقك وبتتكلم فيه بشكل شبه يومي، وبتقول لن أسمح لأخوانة الخليج؟ ايه السر؟ يعني مش عايز اقولها عدائك للإخوان، ايه السر؟ لأن والله